السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلموا على الشلتة الأمريكان، طبعا منها أشكال وتفصيلات بي ام والكلام ده. بس في الفيديو ده هنتكلموا على مقاس الشلتة، برضو نفس النظام. ماشي، ديت اسمها شلتة بتتعمل سور. شايفين ده كده؟ ده سور داير ما يدور. ده السور بتاع الشلتة، ده الوش واللي ورا الظهر، وده السور. الكلام كله في السور ده. ماشي، طبعا زي ما انتم شايفين كده، ده السوستة القلاب. ماشي، انا وريت لكم الفيديو اللي فات بتتعمل ازاي، الشكل بتاعها، لكن النهارده هنتكلموا على مقاسها برضو. ماشي، والسور دوت بيتعمل بناء عن ايه؟ الارتفاع دوت زي ما انتم شايفين كده. ده السور بتاعي، ده انا عامله 17 سم. طب انا عامله 17 سم ليه؟ عشان خاطر الشلته هي اللي بتجبرني اعمل المقاس، سواء 17 20 23 15، زي ما تكون الشلته بشتغل عليها. ماشي، دلوقتي هنفترض الشلته 13 سم، دي الستاندر في السوق يعني، دي اعلى حاجه يعني. 13 سم، 13 سم ديت في ناس بتلفها فوق فايبر وبس كده، وفي ناس بتلفها كلها فايبر تحت وفوق والوش. فانا هدي 13 سم مع الفايبر بيبقى اللي هو الستاندر المعروف المتداول في السوق. ده بيبقى ارتفاعه 3 سم ونص 4 سم في الحدود ديت يعني. طبعا في الخياطه انا بديله سنتي واحد لو هعمل وش، ولو هعمل وشين بديله 2 سم، او ممكن كمان سنتي ونص بس. ماشي، يعني مش 2 سم، على حسب الرول ونظافه الرول اما بتجيلي. لان انا ما بعتمدش على الرول الفايبر بالذات، لان هو بيدي كشكل بس مش اكتر، لكن هو معلهوش عامل ولا عمل يعني في الشغل، على قد ما هو بيدي شكل وبس. ماشي، الشكل اللي هو ايه؟ اللي هو بدل ما تبقى الشلته جايه استريد عدله يعني، لا، يبقى فيها بومبي تكسر حته اللي هي ايه، الحته الاوفر اللي هي العدله دي. ماشي، يبقى فيها بومبي كده تدي ايه شكل، غير اللي هو بيتحط برده فايبر. الرول فيه بيحط بيحب النفخه الاكتر، البومبي اكتر، فبنحطه تحت الفايبر الرول ده فايبر سايب. ماشي، بحيث اللي هو يدي بومبي فبيدي شكل اكتر. في ناس بتحب كده وفي ناس بتحب كده. فدلوقتي هنقوله السفنجه 13 سم، وحاطين طبقتين فايبر تحت وفوق، هندوهم 2 سم، يبقى كده كام؟ كده 15 سم. وهندوا 2 سم قيمه خياطه، اللي هي هتتخيط من الجنب من تحت، اللي هي من الطرف من هنا ومن الطرف من هنا. ماشي، يبقى كده كام؟ كده 17 سم. ماشي، وطب انت مدي يعني حاجه بسيطه للسنتي هنا وسنتي هنا، متجون على حسب اللي شغال، هل هو بالنسبه له السنتي بيبقى معاه حلو. في ناس بتعمل سنتي ونص وسنتي ونص، هي اتعودت على كده، فعلى حسب التعود. فانا ممكن ادي سنتي او سنتي ونص. هو عامه الخياطين بيخش لهم في تقريب ال 2 سنتي ونص تقريبا يعني. ماشي، فكل ما هدايا مش هتزعلني لان في فايبر فوق وتحت. ماشي، فلو هياخد من القماش هياخد بيقفل على الفايبر من الجناب مش اكتر، لان في ناس ممكن تزود اكتر على او في دماغها اللي فيه فايبر تخانه فيزودوا في القماش. طبعا دوت غلط، لان الفايبر بيهبط، لان زي ما قلت لكم هو معلوش عامل. ده الفايبر اللي هو ايه؟ الرول، هو كشكل بس بيديني بومبي، لكن ما بعملش ليه قيمه قد كده. فانا عشان كده بديله في الطبقتين 2 سم او سنتي ونص، لكن الاغلب بيبقى سنتي ونص تخانه. لو هقفل عليه جامد ماشي بيديني السنتي ونص. كده المقاس هنقوله 13 سم سفنج. ماشي، وقيمه خياطه 2 سم، ادي كده 15 سم. 15 سم وفي 2 سم فايبر تحت وفوق، ادي كده 17 سم. انا كده دربتها على اساس ايه؟ الخياطه بتاعتي عشان لما تيجي تتلبس تبقى محكومه. ماشي، كده ايه؟ 17 سم. ماشي، هنيجي هنا، ده ايه؟ السوسته القلاب اللي انا مغطيها اهي. ماشي، طب ديت بتاخد ايه؟ دي بتاخد برضو 17 سم. ماشي، وفوق منها زياده 6 سم للقلاب. يبقى احنا كده خدنا 17 سم اللي هم الاساسيين بتوع القماشه دي، وفوق منها 6 سم بتاعه القلاب، لان ده بيبقى الدبل فوق بعضه. ماشي، فكده اما نيجي نعمل الحاجه ديت، ماشي، ادي عندنا شايفين اهو دوت فوق دبل اهو. ماشي، ال6 سم. اما نيجي بقى نقسم دولت، بنقسمهم ازاي؟ انا هنا اهو مقللها شويه، وهنا معرضها شويه، عشان خاطر
اصول الشلته بتبقى كده، ما ينفعش تبقى السوسته باصه لفوق، ماشي، لازما تبقى كده، ماشي، عشان خاطر لو انا عامل مثلا ركنه وفي مثلا شازلونج وطالع بره مفيش دراع او في ظهر مغطيها، فبيبقى السوسته ممكن تبان، ماشي. وما ينفعش ما اعملش سوسته، عشان لو ما عملتش سوسته العميل هيجي يقلع الشلته دي عشان تتغسل او كده مش هيعرف يقلعها، فلازم يبقى فيه سوسته، ماشي. فالسوسته بتبقى متداريه كده، ما ينفعش تبقى كده اهو، ماشي. كده هتبقى باينه من فوق وايه مقلوبه لتحت، هيبقى شكلها سيء طبعا. فالافضل تبقى باصه لتحت كده، ماشي. يبقى اصل السوسته القلاب بتاعها باصص لتحت، تمام. زي الشلته بتاعه الظهر لازما تبقى قاعده كده، ماشي، ما تبقاش قاعده كده، يبقى الحرف بتاعها ممكن يبان مع حطه الشلته، ماشي. فكل حاجه ليها اصول، مش شغل وخلاص وخيط على المكنه، لا. فكده احنا هنيجي نقسم ديت، هنقسمها ازاي؟ اولا احنا عملنا السور ده 17 سم، نصه كام؟ قول تقريب 8 ونص او قول 9 سم، ماشي. يبقى احنا كده ال 9 سم دولت هنبقى جايين واخدينهم مخيطينهم فين؟ في السوسته ديت في الجنب ده الاول، ده كده 9 سم. وبقيه ال 9 سم التانيين او ال 8 سم التانيين مع ال 6 سم القلاب يبقوا مع بعض، ونيجي جاي عامل القلاب فيها. القلاب انا عامل قيمته كام عشان يبقى طالع؟ تقريب ال 3 سم، ماشي، عشان يبقى الدبل يبقى 6 سم كده، هو مغطي لي السوسته، ماشي. بعد ما هنخيطهم ونخلصوا، ماشي، طبعا انا وريت لكم الخياطه ديت في الفيديوهات اللي فاتت، لكن ما قلت لكمش على المقاس. كده هنحط دوت مع ده بعد ما دي اتخيطت. كده لقينا ايه؟ السور اللي هو العادي ده مع السور اللي هو بتاع الشلته بقوا قد بعض، لازما يكونوا قد بعض، ما ينفعش يبقى واحده اكبر من واحده، يعني مثلا يبقى كده نقول يبقى ايه، نعمل حساب وانا بخيط اسيب دي، لا ما ينفعش، لازما يكونوا قد بعض. لو لقيت فيه زياده لازما تقصها بالمقص، حتى لو نص سنتي، لو فيها زياده لازما تقصها عشان يبقوا قد بعض، تبقى انت شغال مظبوط، ماشي. طبعا احنا كده خلاص خلصناهم وخيطناهم في بعض. كل ده انا عامله الفيديو اللي فات او الفيديوهات اللي فاتت. كده انا خيطت ايه؟ الاثنين دول كده في بعض. طبعا اللي شايف من عنده من الناحيه الثانيه في هنا غامق وهنا فاتح، طبعا السور ده اما بيلف، ماشي، فبيقابلوا بعض، فالناحيه دي هتلاقيها يعني اما دي تتجمع مع الثانيه هتبقى نفس اللون ده، ماشي، عشان خاطر اما تيجي عند الصدر يديني الشكل بتاع الصدر زي كده مثلا، يبقى لافف. فكده احنا ايه؟ خلاص قسمنا الحاجه بتاعتنا واتخيطت. كده هنيجي للشغل العملي بتاع الشلته، الخياطه على الشلته اللي احنا قصينها زي دي، ماشي. تابعونا في الفيديو الجاي ان شاء الله.